تعالى اقول لك كل تفاصيل مباراه الاهلي والزمالك النهارده. الاهلي هيلعب مع حرس الحدود والزمالك هتلعب مع الجونه. هقول لك كل التفاصيل في حاله الاهلي فاز او خسر والزمالك برضه فازت او خسرت. الاهلي في المركز العاشر معاه 9 نقاط والزمالك في المركز الاول معاه 16 نقطه. فالنادي الاهلي لو فاز النهارده على حرس الحدود هيكون معاه 12 نقطه وهيطير على طول على المركز الرابع، والزمالك لو فاز هيكون معاه 19 نقطه متصدر في المركز الاول وفارق النادي الاهلي بسبع نقاط. فكده الزمالك هيكون ارتاح جدا جدا. لكن لو الاهلي فاز والزمالك خسرت الاهلي هيطير على طول على المركز الرابع زي ما انا قلت ب 12 نقطه، وهيلعب مع الزمالك مباراه القمه ويفوز على الزمالك، يبقى كده الفيصل بين النادي الاهلي والزمالك نقطه واحده والاهلي يتصدر الدوري. وكمان كده الاهلي لسه ليه ماتش مؤجل عن الزمالك، والزمالك لو خسرت هيبقى كده الزمالك ضيعت منها فرصه الصداره، والنادي الاهلي لو طلع الصداره هيفضل في الصداره على طول. طب افرض بقى النادي الاهلي خسر والزمالك كسبت، الزمالك لو كسبت هيكون معاها 19 نقطه متصدره في المركز الاول بفارق النادي الاهلي ب 10 نقاط، فهيكون فرق كبير جدا جدا عن النادي الاهلي، وصعب ان النادي الاهلي يلحق نادي الزمالك تاني لو الزمالك فازت في المباراه دي كل التفاصيل اللي تخص مباراتين اليوم، مباراه الاهلي وحرس الحدود والزمالك والجونه. الاهلي كده انا قلت لك كل التفاصيل لو فاز ايه اللي هيحصل، والزمالك لو فازت ايه اللي ممكن يحصل. وان شاء الله منتظرين مباراه القمه، المباراه الاقوى والامتع في الدوري. مباراه الاهلي اليوم مع حرس الحدود هتكون في تمام الساعه الخامسة، ومباراه الزمالك في تمام الساعه الثامنة. توقعاتكم معايا لهذه المباريات، ما تنسوش المتابعه والكوره مع السيد.